مرحبا بكم أعزائي المشاهدين في الحلقة الثانية من مسلسل علي كلاي. لكن قبل أن نبدأ يرجى الاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس ليصلكم كل جديد، ولا تنسوا الضغط على زر الإعجاب دعما لنا. بتبدأ أحداث الحلقة بإن خليل بيطلب من حد من رجالته إنه يناوله السكينة، وفي الوقت اللي علي بيستعد فيه للخناقة كان خليل غير رأيه وطلب من رجالته إنهم يجيبوا له الذبيحة علشان يذبحها قدام المحل بمناسبة الافتتاح. صفوان بيروح للمغنية كاميليا وبيسألها عن مكان أخته روح، لكن كاميليا بتقول له أنا إيش عرفني بأختك ومكانها؟ قال لها روح كانت مع أمنية اللي شغالة معاكي وفي حد أخدها من قدام النايت كلاب. كاميليا ندهت أمنية وسألتها قدام صفوان مين اللي أخد روح من قدام النايت. أمنية طبعا وشوشتها في ودانها وقالت لها إن علي كلاي هو اللي أخدها، لكن كاميليا قالت لها إيه بتقولي مين؟ عز؟ طيب أنا هشوف أنا بعدين الموضوع ده. وطبعا صفوان مشى لكن فهم إن كاميليا مخبية حاجة. وهنروح لماهر وهنلاقيه عند روح في دار الأيتام عمال بيقول لها أنا ما بجيش المكان ده كتير لكن أنا جاي النهاردة مخصوص علشانك، وبيعزمها على مكان بره يقعدوا يشربوا مع بعض حاجة، لكن روح بتصده وبتسيبه وتمشي. الولد اللي في الدار كلم علي وقال له يا بابا علي ماهر هنا وبيضايق. روح جلال راح لكاميليا نايت وبيقول لها أنا بحبك ولو قلتيلي حالا أطلق همة واتجوزك أعمل كده حالا. سيبك من علي ما بيحبكيش، وعلي راجل متجوز وعنده بيته، لكن أنا مستعد أطلق مراتي علشانك. لكن كاميليا بتهزقه وبتطرده بره. وهنروح للحاج منصور هنلاقي علي بيزوره في المستشفى وهو عمال بيقول لعلي انت اتجننت علشان تروح للسندي؟ حد يروح لمختار السندي برجليه وكمان رايح تقتله وتعاركه في مكانه؟ علي بيقول له يعني انت كنت عايزني الاقيك غرقان في دمك واسيبك كده وما خدش بطارك؟ أبوه بيرد عليه وبيقول له مش هو اللي عمل كده يا علي، افهم إحنا كلنا شغالين تحت ظل مختار السندي ده وما نقدرش أبدا نشتغل من غيره، إحنا كلنا في السوق تحت رحمته ومش من مصلحتنا إن هو يغضب علينا. أنا خايف عليك يا علي، اوعدني من النهاردة إن أنت ملكش دعوة بيه وما تحاولش إن أنت تنكشه ولا تعاركه. دخلت فاتن أخت الحاج منصور ومعاها ميادة بنتها بتطمن طبعا على أخوها وبتقول له أنا دفعت حساب المستشفى، ملكش دعوة بالحساب وما تقوليش خديهم. أخوها بيرد عليها وبيقول لها أنا ما أقدرش أزعلك وراجعك في كلمة تقوليها. قالت له بس علي ابنك مزعلني، ينفع كده يا علي؟ بقالكم 6 سنين متجوزين ومش عارفة تشيل لك عيل، شد حيلك كده وسافر وروح اتعالج بره، وسفرك وعلاجك كله على حسابي. وطبعا علي واقف متضايق جدا لكن مش قادر يرد، خصوصا بعد ما قالت له ملكش بركة ميادة. ده على آخرها ومستحملة كتير. علي مشى وراح النايت لأخوه ماهر، لقاه قاعد على البار. قال له على فكرة يا ماهر، أنا وصلني إن أنت رحت للبت اللي اسمها روح الغلبانة، رحت لها هناك في دار الأيتام، والحركة دي مش حلوة وفي وشنا. لكن ماهر رد عليه وقال له أنا رايح مكاني، هو أنت نسيت إن الأرض اللي مبني عليها الدار دي أرضي؟ قال له لأ، أنت بقى اللي مش عارف، اسأل أبوك الحاج منصور، أنا اشتريت منه الأرض اللي مبني عليها الدار وكمان الأرض التانية اللي مش مبني عليها، وتقدر تسأل كمان الحاجة الماظ، هي عندها علم بده. ماهر اتضايق جدا وقال له طيب بقولك إيه يا علي، تعالى نلعب ملك وكتابة واللي يكسب يختار كاميليا أو روح. لكن علي قال له أنا مش فاهم قصدك، عموما لو عجباك البنت أجوزها لك يمكن ينصلح حالك. رد عليه ماهر وقال له لا أنت اللي تتجوز، أنا ماليش في الجواز. علي كان ماشي لكن كاميلي قابلته وقالت له إيه حكايتك مع البنت اللي اسمها روح؟ علي قال لها دي بنت غلبانة كانت هتتخطف وأنا أخدتها تقعد في دار الأيتام يومين. قالت له إن أخوها صفوان جه سأل عليها هنا ومش ناوي إن هو يعدي الموضوع وخلي بالك. وفي الوقت ده كانت ميادة وأمها وصلوا البيت، لكن أول ما ميادة دخلت اتخضت وقعدت تصرخ لأنها لقت راجل غريب. أمها قعدت تقول لها اسكتي، ده مش غريب، ده ميدو طليقي. طبعا ميادة استغربت جدا، وزاد استغرابها لما اتفاجئت إن ميدو بيفرجها الفيديوهات بتاعت أمها على موبايله وبيطلب 1,000,000 جنيه، لإما هيخلي الفيديوهات دي تنتشر على السوشيال ميديا، ووقتها هتبقى فضيحة لعيلة الجهري كلها. وفي الوقت ده كان علي قاعد مع روح وعرفها إن أخوها سأل عليها، لكن طمنها وقال لها أنا في ظهرك ما تقلقيش. علي اتفاجئ بواحد من رجالته جاي بيقول له إن شاف مراته ميادة واقفة تحت البيت ومعاها راجل غريب، وقال لها استنيني هنا ما تمشيش. في الوقت ده كان جلال جامع العيلة كلها وبيقول لهم
أنا عندي معلومة مهمة لازم تعرفوها. علي على علاقة بمغنية اسمها كاميليا، وبيروح لها النايت كلاب كل يوم، ومضيع فلوس شغلنا عليها، وكمان شارلها عربية وشقة. وماهر طبعا أكد على المعلومة وقال لهم جلال ما بيكدبش، النايت كلاب كله عارف إن علي مصاحب كاميليا. ولما علي وصل البيت لقى ميادة مراته مستنياه، وطبعا عمالة بتلقح عليه كلام إن هي مستحملة عدم الخلفة، وهو بيقول لها أنا ماسك لساني عن كلام كتير مش عايز أقوله. وسألها مين الراجل اللي انت كنت واقفة معاه تحت البيت. هي طبعا بتقوله للدرجة دي انت شكيت فيا، واضطرت ان هي تعترف له ان دون يبقى طليق أمها، وقالت له إن أمها كانت متجوزاه على سنة الله ورسوله، وإن هو بيهددها بفيديوهات وطالب 1,000,000 جنيه. قال لها اتصلي لي بأمك حالا وافتحي السبيكر واعرفي لي معلومات عن الواد ده وعرفيني بالظبط عنوانه فين. وفعلا اتصلت بأمها وعرفت عنوان ميدو. في الوقت ده كانت الشرطة رايحة تقبض على عم صابر في بيته بعد ما المعلم عظيمة نفذ خطته مع صفوان وقدم وصولات الأمانة للنيابة. وطبعا علي كان راح لميدو علشان ينقذ شرف وسمعة عيلة الجهري، لكن ميدو حاول يهرب بعد ما ابتزه وقال له أنا عايز 2,000,000 جنيه. لكن علي طبعا ضربه وأخد منه التليفون واداله 100,000 جنيه وقال له ده تمن عدة التليفون اللي أنا أخدتها. وأخد تليفونه طبعا بكل الفيديوهات اللي عليه، واتأكد إن مفيش عنده فيديوهات تانية، وقال له حتى لو في فيديو عندك لسه فيديوهات تانية؟ أديني عرفت الطريق وسهل عليا إننا أجيلك في أي وقت. ولما علي راح المحل لقى الحاجة الماظ جايبة العيلة وقاعدة هناك، وقالت له بقولك إيه يا علي، هو أنا لو جبت المحاسبين هلاقي كل حسابات المحل سليمة؟ قال لها طبعا يا حاجة، انت بتخونيني ولا إيه؟ قالت له أصل احنا سمعنا كده إن انت على علاقة بمغنية اسمها كاميليا وصارف فلوسنا عليها. علي ما أنكرش وقال لها اللي انت سمعتيه ده نصه صح ونصه غلط، يعني أنا أعرف فعلا واحدة اسمها كاميليا، لكن إيه علاقتها بشغلي وإيه علاقتها بالفلوس اللي بتتكلمي عليها؟ راح ماهر متدخل في الكلام وسأل أمه وقال لها إلا صحيح يما، هو فعلا علي اشترى أرض دار الأيتام؟ قالت له أيوة يا ابني، الكلام ده صح، هو فعلا اشترى الأرض من أبوك وسدد فلوسها كلها. وهمت كمان قالت له أنا جوزي جلال هينزل معاك الشغل من الصبح رجله على رجلك. والحاجة الماظ أيدت كلامها وعلي كمان وافق. وفي الوقت اللي كانت روح قاعدة فيه مع الأطفال في دار الأيتام بيرسموا ويلونوا، اتصلت عليها أمها وبلغتها إن الشرطة أخدت باباها. وطبعا روح كلمت علي فورا، وعلي أخد محامي وراح الاسم لباباها ودفع له كل فلوس وصولات الأمانة، وأبوها طلع وما اتسجنش. روح وأمها وأبوها الحاج صابر شكروا علي طبعا على وقفته جنبهم، وقالوا له لازم هنسدد الفلوس دي ليك في أقرب وقت. لكن علي قال لهم لا طبعا أنا مش عايز الفلوس دي، لكن اعزموني على أكلة سمك في المحل بتاعكم بعد ما تفتحوه. الحاج صابر قال له المحل مفيش فيه بضاعة. علي قال لهم على ما نشرب الشاي في المحل تكون البضاعة وصلت. عم صابر قال لعلي احنا كده بنتحدى المعلم عظيمة، هو أمر إن مفيش أي حباية سمك تنزل لنا المحل، مفيش حد يقدر ينزل لنا هنا سمك إلا بأمره. ويدوب على ما خلص كلامه كان المعلم عظيمة ورجالته واقفين قدام المحل وبيقول مين اللي إذن إن المحل ده يتفتح؟ علي طبعا رد عليه وقال له من هنا ورايح المحل هيفضل شغال وهيبيع كمان. طبعا المعلم عظيمة قعد يضحك ضحك وقال له ومين قالك إن أنا هسمح بكده؟ وفين البضاعة أصلا اللي هو هيبيعها؟ ويدوب على ما خلص كلامه كانت عربية السمك وصلت، وعلي قال للرجالة نزلوا السمك ودخلوه المحل. المعلم عظيمة وقف بعلو صوته وقال اتذكر فيكم ينزل طاولة سمك من على العربية. الرجالة كلها اتحنطت مكانها، لكن علي راح على العربية وشال على كتفه طاولة السمك وقال لراجل من رجالته يدخلها المحل، ووقف في وش المعلم عظيمة وقال له أنا اتذكر. اكتبوا لنا توقعاتكم في التعليقات، ولو عجبكم الفيديو ما تنسوش تدعمونا بلايك، واللي لسه ما اشتركش في القناة يشترك حالا ويفعل زر الجرس علشان يوصلكم إشعارات بكل الفيديوهات الجديدة. أشوفكم على خير في الفيديو الجاي إن شاء الله من قناتكم قناة شغل زمان.